المقابر الفرعونية، هل في حاجة اسمها كده فعلا؟ وايه السبب اللي خلاهم قالوا كده؟ او جت منين؟ هل هي خرافة؟ هل في ما يوحي بان في حاجة اسمها كده؟ هو لسه في حد فاهم الموضوع؟ لسه في ناس كتير قوي منصوب عليها في الموضوع ده. ده رقم واحد. على نروح لاخطر الاشياء اللي جابت رجل ناس كتير في الاول، واللي لسه بتجيب رجل ناس تانية، واللي ما زالوا برضه فاهمين قصة الهدايا والعطايا. في فعلا حاجة اسمها هدية المقابر الفرعونية. استاذ فلان حضرتك انا جالي شيء كشف عندي وقال لي ان انت عندك هدية. طبعا بقى من محافظة لمحافظة بتختلف الهبدة والرزعة. يعني في ممكن يقول له جولد، في ناس تانية اتقالت لها ده بازلت، وفي ناس اتقال لها ده جرانيت وردي، وفي اللي اتقال له بقى انت عندك 2 و3 و4 و6 و10، وكل ده كل ده بسم الله الرحمن الرحيم بره المقبرة. يعني فاهم انت؟ لما نخش المقبرة بقى هنعبوا شكاير اكيد. طب انت اقتنعت؟ الصراحة انا كعميل اقتنعت وحفرت ولقيت الهدية. طب بس قبل ما تحفر وقبل ما تعمل اي حاجة، هسألك سؤال بس انت، وهيبقى ما شاء الله ردك جاهز وتعرف يعمل الفراعنة. قول لي يا باشا، دول كانوا عباقرة، كانوا بيعملوا كل حاجة عشان يشيلوا الآثار ودبوا وخبوا الآثار ده على فهمك انت، كانوا بيعملوا المتاهات عشان يخبوا مننا الحاجة. يبقى انت ليه بتنسب له الغباء انه ممكن يحط لك قطعة بره المقبرة عشان يعرفك ان هنا في آثار وتكمل وتخش في الطريق الصحيح؟ ليه بتنسب له الغباء ده لما هو كان عبقري قوي كده؟ وان كان فهمك للمقبره هي مخزن يشيل فيه القطع والكلام ده، ارجع للبث اللي فات او الفيديو اللي فات تعرف المقبره اتعملت ليه من الاساس اصلا. انت لما انت عارف ان هم عملوا كل حاجه عشان يداروا بيها الاثار زي ما انت فاهم، ويدار التماثيل والذهب وبتاع والكلام اللي انت فاهمه ده، بتنسب له الغباء انه ممكن يحط لك قطعه عشان يعرفك ان هنا في مقبره وان ده الطريق الصحيح انك تدخل وتلاقي بقيه الحاجه. لا انا ما كنتش اصل انا ما بمشيش ورا الشعوذه ده يا استاذ احمد. امال انت حفرت ليه؟ تبرع للهلال الاحمر عشان قال لك عندك هديه؟ امال التماثيل اللي طلعها جاري طبعا انت فهمك ان مجرد لقيت تمثال يعني مقبره، صح؟ ده فهمك ان التماثيل شيء مرتبط بالمقبره، صح؟ ولا ليها اي علاقه. يعني مش مجرد ان انا حفرت في الارض او هيئه الاثار او بعثه في مكان ما حفرت طلعت مثلا تمثال ضخم او صغير او كبير، فاهم؟ يبقى هنا في مقبره وهنا في ملوك وهنا في مش عارف ايه. لا، اذا مش اي تمثال موجود او اي مسله موجوده في منطقه زي ما بيضحكوا عليكم ويقول لكم اصل انتوا عندكم مسلات يبقى انت كده عندك مقبره. ممكن اتحط الغرض ما، ايوه، بس هم لقوا شواهد. ما هو الشواهد اللي لقوها شواهد معيشه. ما هو انت عشان بالنسبه لك الشقف اي حاجه تلاقيها شقف معناها تربطه على طول بالدفن. فعشان هو فهموا ان التماثيل لمجرد وجود التماثيل يعني في مقابر، فهو بيقول لكم ان هناك في دفن بيتربط بكده. ماشي، خلينا نرجع بس لمرجوعنا، واللي هو ممكن حد نزل من الناس لقى تمثال في الارض اللي هو ده كده الهديه. يعني نفهم من كده ان ما كانش فيه اي حاجه اسمها خالص الهدايا في المقابر. مين قال كده؟ ما انت بتقول ما فيش هديه. ما فيش هديه سابها لك عشان تاخدها وتمشي او تدلك على المكان. اما كان في غرفه وكان ليها 3 اسامي، من ضمن الاسامي دي هي اسمها غرفه الهدايا والعطايا او غرفه الزياره، او في الاول خالص سميت غرفه تقديم القرابين. هي غرفه انضافت حديثا لمبنى اسمه المصطبه، ما كانتش موجوده اصلا من الاساس في المصطبه، بس بعد كده انضافت بال3 اسماء دول مع تطور المصطبه دفن المصاطب. اللي كانت اسمها الاساسي غرفه تقديم القرابين، وبعد كده اتحولت لغرفه الهدايا والعطايا، وبعد كده اتحولت لغرفه الزياره، او لو هي بدات بغرفه الزياره فتحولت من غرفه زياره الى هدايا وعطايا الى اخر حاجه تقديم القرابين. ودي كانت فين يا عم الحاج؟ كانت في الجزء الاعلى من المصطبه، كانت في مناطق لما كانت اسمها غرفة الزيارة كانت تحت أسفل في المقبرة، وبعد كده لما اتطورت بقت في الأعلى فوق في الجزء الأعلى للمصطبة. دي كانت بيحصل فيها إيه؟ ده كان أهل المتوفى بكل بساطة. أهل المتوفى كانوا بييجوا يدخلوا الغرفة دي يقدموا القرابين اللي هو الأكل الشرب ومش عارف إيه وإيه والقصة دي.
داخل إناءات من الفخار أو حجر، أو كان في حاجة اسمها إناء حفظ الطعام، كان بيبقى على شكل أوزة، على شكل حاجة من الحجر، كان بيبقى محطوط فيه قرابين وكانت بتبقى جوه الغرفة دي. فجايز حد من الناس اللي اشتغل في المصاطب دي او في نوع دفن المصاطب، عشان ما هو ما يعرفش اصلا ان دي مصطبة وان اصلا فيها حاجة اسمها كده، وجايز لقى قطعة شبه دي سواء كانت حفظ الطعام او اشياء اخرى، فقال لك ان دي هي الهدية، ومشوا رددوها هدية 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 هدية. جايز الرجالة كانت بتحط كلمة هدية انك هتنزل مترين في الارض، لما انزل مترين في الطينة والاقي حتة، طبعا فكرك انت هتبيع الحتة ب10 20 مليون اخضر، انت ممكن تبيعها بمليار، وطبعا هو قايل لك بقية المكان بمليار اخضر. نخش بقى ايه، نلاقوا قطعة ب10 20 اخضر، وطبعا المكان لسه بمليار، مفصول لك مليار دولار، مليار دولار، خلي بالك ما ينصبوا عليك. اقل من كده جنيه لا. سعادتك حفرت على اساس انك هتنزل تلاقي الهدية اللي هتجيب لك 10 20 مليون، واللي هتقول لك تمشي فين عشان هتلاقي باقي يا اخي مين غبي، يا اخي مين غبي، اللي عمل الموضوع ده ولا اللي اقنعك بالموضوع ده عشان تعمل كده؟ يعني لو انت شايل فلوس في بيتك هتطلع تكتب ورقة على باب البيت انا شايل المبلغ الفلاني في الدولاب، ولا شايله في المطبخ، ولا شايله في اي حتة؟ اكيد الكلام ده مش هيحصل يعني يا صديقي. وبكده يا صديقي بموضوع النهارده كلمتك عن الهدية واشاعاتها جت منين، وايه نوع الدفن اللي ممكن يكون فيه حاجة شبه كده، وايه هي حقيقة الهدية او ما شبه ذلك. كل ده نصب، كل ده وهم يا صديقي، كل ده سبوبة لا اكتر ولا اقل، غرضها انك تكون انت الضحية اللي هيسحبوا منه الاموال عشان يعيشوا من خلالها. كذبة من ضمن الكذب اللي اخترعوها أو انتسبوها للمصر القديم، زيها زي كذبة الشقف وطبقات الدفن وخلافه وما شابه ذلك يا صديقي. بدليل لما حضرتك حفرت ما لقيتش أي حاجة. الكلام ده غير قانوني، سواء في أرضك أو في أرض حد آخر أو في أرض حكومة. التنقيب غير قانوني. ده صديقي بمنتهى البساطة كده موضوع هدية المقابر الفرعونية. يا رب بقى تكون وصلت المعلومة ونفهم إن مفيش حاجة بالطريقة دي. أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول. السلام عليكم.